تعال نشوف ال 100 ليره التركيه تجيب لك ايه في اسطنبول. تعالوا بينا ندخل كارفور، ناخد جوله في كارفور اسطنبول عشان نعرف المنتجات والاسعار اللي موجوده ايه جوه كارفور في اسطنبول. تقدر ان انت تجيب فاكهه بانواعها، اسعار تتراوح من 27 17 40 19 على حسب الفاكهه اللي انت عايزها. نسكافيه هنا يا جماعه عامل حوالي 33 ليره، وفي طبعا على حسب الحجم في بيوصل كمان 28 ليره. ده اكياس جواه، مش سايب، انما ده 50 جرام سايب كله. طبعا في الحجم الاكبر ده 100 جرام ب 55 ليره. دي بقى افضل شوكولاته ممكن تجيبها من تركيا، اولكر. طبعا في منها انواع كتيره، في الوايت شوكليت وفي الدارك وفي البلاك عادي، بس خليني اقول لكم المنتجات بتاعت اولكر هنا الشوكليت عامله ازاي واسعارها كام وكام صنف موجود منها. تعالوا اقول لكم، عشان بصراحه منتجاتها حلوه جدا وكتيره. وعايز اقول لكم مش هتلاقوا الحاجات دي لان في دول تانية، لان هي تركيا بس. بصوا يا جماعه، دي اللي انا ماسكها اللي هي الجولد، اولكر جولد، دي ب 17. وفي دي اللي هي العاديه بس اسمها ايه، بالفستق، دي ب 20. وفي الحاجات اللي هي الدارك دي ب 13. هتلاقي بقى وفي منها انواع زي دي كده، دي ب 7. بس عايز اقول لكم على فكره نسله برضو هنا عامله الشوكليت بتاعها برضو انواعها حلوه، ودي كمان انا ريكومند جدا ليها. اللي عايز يجي يعني وهيجرب انا ريكومند لده. دي بقيه انواع تانية للاولكر زي ما انتم شايفين كده. دي حاجه دارك بس بالزبده. في انواع كتيره. الميلكا طبعا، ميلكا من احلى الشوكولاتات اللي ممكن تاكلها هنا في تركيا. برضو انواع واشكال كتيره، في اللي بالاوريو وفي اللي بالستروبري وفي اللي بالبندق، فانواع كتيره جدا. ودي الاسعار بتاعتها. وما تنسوش طبعا الشاي، عشان من افضل المنتجات اللي ممكن تجيبوها من تركيا هو الشاي التركي، خاصه اللي مكتوب عليه ريزا ده يا جماعه. ريزا دي المدينه المنتجه للشاي، هي دي اللي بتزرع الشاي وبتصنعه في المصانع هناك، وبعد كده بتعبيه وبتوزعه على بقيه الجمهوريه التركيه كلها. بصوا بقى ده يا جماعه اللي هو عين الجمل، ده الثمره بتاعته بتتكسر يبقى جواها عين الجمل نفسه. ده حوالي يعني كيلو 940 جرام هنا ب 61 ليره، عشان الناس اللي بتحب المكسرات. في هنا حاجات طبعا هو اللي مغلفها، بس الافضل طبعا ان انت تجيبها من الاسواق، وبرضه حقك ان انت تقارن. بس طبعا زي ما انتم عارفين ان الجوده والخامه بتاعه الحاجه وطعم الحاجه ده بيفرق في سعرها كتير. بص، لو جيتوا تركيا حاولوا ما تتخموش في الفاكهه دي اسمها سفنجة. اسمها هنا سفنجة، هي اسمها كده. مبدئيا كده ملهاش طعم بس يعني حابين تجربوا برضو براحتكم، بس هي انا جربتها ملهاش طعم خالص. يعني في ناس ممكن تفتكرها تفاح او كمثرى، لا ده الكمثرى حاجه تانية خالص. دي نوع ثمره اسمها سفنجة. ده الكمثرى برضو عشان تبقوا عارفين الاختلاف. زي ما انتم شفتوا، بصوا هو تقريبا نفس شكل الثمره، بصوا نفس الشكل، بس ده حاجه وده حاجه. ده الكمثرى العاديه وسعرها هنا برضو عامل حوالي 20 ليره. يا رب تكونوا استفدتوا والفيديو عجبكم، واشوفكم فيديو جديد ومعلومات جديده ان شاء الله. سلام.